تفتكر امتى اليو اكس ديزاينر ممكن يحتاج آلة زمن؟ الحمد لله شركتك دعمتك انك تعمل unmoderated usability testing على 20 مستخدم عشان تكتشف بعد ما التستنج خلص ان النتائج كلها غير منطقيه ومش قادر تحدد ايه السبب. ولما جربت الاختبار بشكل مباشر مع واحد من المستخدمين اكتشفت انه اصلا فاهم التستنج سيناريوز غلط. تفتكر لو معاك آلة زمن ورجعت قبل التست هتعمل ايه؟ هتعمل ما يعرف بالبايلوت تيست او الاختبار التجريبي. البايلوت تيست ببساطه هو بروفا للاختبار اللي انت هتعمله، ولكن مش عشان توصل لنتائج تبني عليها في مرحله التصميم، ولكن عشان بس تتعرف على المشاكل اللي في صياغه الاختبار وتتاكد ان السيناريوهات والمهمات المطلوبه في الاختبار واضحه فعلا للبارتيسيبنتس المشاركين في الاختبار. وفي الاغلب 2 بارتيسيبنتس بس ممكن يبقوا كافيين للاختبار التجريبي او البايلوت تيستنج. فتعالى دلوقتي نتكلم عن بعض الحالات اللي مهم جدا تعمل فيها البايلوت تيست. لو دي اول مره تعمل يوزابيليتي تيستنج في حياتك فمن الافضل انك تبدا بالبايلوت تيست لان نتائجه مش هتكون محسوبه في نتائج الاختبار. لكن ده مش معناه ان الخبراء في اليوزابيليتي تيستنج ما بيستفيدوش من البايلوت تيست، لانه بيكون ضمان اضافي ليهم ان التيست هيتم بسلاسه ونتائجه هتكون دقيقه. تاني حاله لو كنت بتعمل التيست في مجال مش مألوف بالنسبه لك، زي مثلا لو بتعمل تيست لموقع او تطبيق بيقدم خدمات متعلقه بالفضاء او الفيزياء النوويه مثلا. تالت حاله لو كنت بتعمل يوزابيليتي تيستنج مع مستخدمين من منطقه جغرافيه مختلفه عن المنطقه الجغرافيه اللي انت فيها وعايز تتاكد ان التيست موديل مناسب للمنتال موديل بتاع المستخدمين. رابع حاله ودي من اهمهم لو كنت هتعمل unmoderated usability study، انت هنا اصلا مش هتكون موجود مع المستخدم، فمهم جدا تعمل البايلوت تيست عشان تكون واثق ان التعليمات في كل مراحل الاستادي هتقدر تساعد اليوزر لو واجه اي مشكله، لانه ببساطه مش هيبقى عنده اصلا امكانيه للاستفسار. خامس حاله لو كنت هتعمل بروجكت ريسيرش فيه هيكون لمره واحده او ما يعرف بالوان شوت ريسيرش بروجكت، يعني مش هتعمل تيستنج وتحسن الديزاين وتعمل تيستنج تاني، فبالتالي محتاج تكون متاكد ان التيستنج سليم من المره الاولى لان اصلا مش هيكون في مره تانيه. لو عايز تعرف اكتر ما تنساش تسال عن كورس الريسيرش، واعمل لنا سبسكرايب على يوتيوب وفولو على الفيسبوك بيج عشان هنتكلم اكتر عن الريسيرش ومواضيع تانيه كتير.